إن سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما تكلم عن لقاء العدو، لقاء العدو إن أنت الجهاد في سبيل الله، وبيأتي مرتبة الجهاد بعد مرتبة الأنبياء. طب ليه يا رسول الله؟ يعني أنا ما أتمناش إن أنا أجاهد في سبيل الله وأموت شهيد والكلام ده؟ لا، قال لك لأنك لا تأمن حال قلبك حين إيه؟ دور محجوب على الدرداي، الشخص اللي قبل إنه يتجوز واحدة لمجرد إن هي هتكون رفيقة الباشا، وما هو إلا ستارة. يعني هو ستارة لأن ما الباشا يجيله مزاجه إن يجي لمراته يجي لها، بس ببعد عن نفسي أنا الباشا الشبهة إن لو قيل إن أنت بتتردد على بيت فلان الفلاني فأنا بتردد عند بيت واحد وشغال عندي، دي مراته. فهو قبل زي ما مثله المخرج في المشهد اللي احنا كلنا عارفينه ان هو قرنين. فحد فكر قبل كده ان احنا نفسنا ممكن واحنا بنتفرج وبنستنكر الدور اللي اتعمل في الفيلم ده، وبنستنكر اللي كتير من الاعلاميين بيعملوه دلوقتي، وهي فكرة ما يقال عنه التطبيل او التأييد بصورة عامية، ان احنا كتير اصلا ممكن نكون كده بس احنا مش واخدين بالنا. يعني كم واحد بص حواليه في نفسه الأول وشاف إن هو ممكن يكون تملق مديره في الشغل وقال له كلام هو مش فيه، لمجرد إن هو يبقى شايفه، لمجرد إن هو يبقى عينه عليه. ده أنا عندي فلان الفلاني دوت في الشغل واد بحبه. طب أنت بتحبه ليه؟ عشان بيسمعه الكلام اللي هو عايزه أو الكلام اللي هو بينبسط بيه. فأنت مش هنا تنازلت وعملت حاجة ممكن ما تكونش نفس الحاجة اللي عملها محجوب عبد الدايم إنه قبل يكون على ذمة واحد تاني عايزها، بس إن هنا برضو تنازلت وقلت حاجة ولحد قدامك هو ما يستاهلهاش. فالموضوع فيه خضوع، الموضوع فيه تنازل. كم واحد ممكن قبلت إن أنت تتعامل معاه وزي ما قلت سمعته، ومش كده وبس، لا دي انت جيت على كرامتك عشان تفضل في صورة كويسة أو عشان تستهدف مصلحة ما. حتى الإعلام والإعلاميين اللي موجودين دلوقتي واللي هم إحنا كتير ممكن نكون بنستنكر اللي هم بيعملوه، لا أنت ممكن تلاقي في أصحابك حد كده وهو بيحكي لك على الحاجات اللي بيعملها مع مديره أو مع حد هو عايز منه مصلحة، هتلاقي وهو بيحكي لك أنت بتضحك وممكن توجهه توجيهات إن لا كان الأحسن تعمل كده. هو أنت نفس الشخص اللي ممكن تسمع إحدى الإعلاميين اللي أنا مش هقول أسماء حد منهم تقول عليه ده معرض كبير. طب ما هو المعرض الكبير ده هو لما هو عرض لسبب، معلش تعريضي ده بفلوس. يعني أنا مش بدي مبرر ومش بدافع عن ده، بس أنا بقول إن إحنا فينا بعض الازدواجية في التعامل والأفكار اللي بتخليك تستغرب. يعني انت لما بتيجي تبص على ده، لا ده بيعمل فلوس وبيعمل شهرة وبيعمل ان هو بيبقى يقال عنه افضل اعلامي فلان الفلاني وافضل اعلامي مش عارف ايه، ومن يثير الجدل واللي بيقدر يتكلم كويس ومش عارف ايه. ده اللي بيعمله بيجيب له فلوس وبيحقق له شهرة غير مصالح تانية هو بيبقى عارف هو بيحققها ازاي. انت كواحد بتتفرج عليه بقى وانت بتسمعه، ما فكرتش في لحظة ان انت ممكن تكون نفس الشخصية دي بس ما اتحطتش في اللي هو اتحط فيه، وانك ممكن تعمل ما هو اسوأ من كده؟ ممكن كل واحد يسمعني دلوقتي يقول لا 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 لا، بس انا بقيت كل البعد عن الكلام ده، انا من عمري ما افكر ان انا اعمل كده او ان انا اتنازل او اكون اجي على كرامتي. طب تعالى اقول لك ان سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام لما تكلم عن لقاء العدو، لقاء العدو ان انت الجهاد في سبيل الله، وبيأتي مرتبة الجهاد بعد مرتبة الأنبياء. يعني في العمل ومن المرتبة وحسن يعني المقام في الآخرة. قال لك لا تتمنوا لقاء العدو. طب ليه يا رسول الله؟ يعني أنا ما أتمناش إن أنا أجاهد في سبيل الله وأموت شهيد والكلام ده؟ لا، قال لك لأنك لا تأمن حال قلبك حين إيه؟ بمعنى إن أنت ممكن تيجي تقول أنا لها، وإن أنا مفيش مني، وإن أنا نفسي أحارب، وإن أنا نفسي أغزو، وإن أنا نفسي مش عارف أعمل إيه، وأول ما الموضوع يجي لك تلاقي نفسك أنت مش قادر تستحمل فتفر أو ترجع، وساعتها هتبقى أنت بقيت أسوأ وأسوأ. فلا الموضوع مش فتحة صدر، الموضوع محتاج تفكير. هل إحنا ناس سوية؟
هل إحنا بن بن بأفعالنا هي فعلًا الشيء اللي جوانا، والّا إحنا بنستنكر على الناس اللي هم بيعملوه، بالرغم من إن إحنا لو اتحطينا في اللي هم فيه ممكن تستحلى الموضوع وتقول وتكمّل وما يبقاش عندك أي تفكير في أي حد ممكن ينقدك أو أي حد يعترض على اللي أنت بتعمله. أنا لمّا ادّيت المثال إن كُلّنا محجوب عبد الدايم، ما قصدتش إني أقول إن كُلّنا هذا الشخص بهذا الفساد أو بهذا التفكير والدونية، بس أنا لمّا تكلّمت إن كُلّنا محجوب عبد الدايم أو كُلّنا من المذيعين والإعلاميين اللي إحنا بنستنكر عليهم اللي هم بيعملوه بنسميهم معرّضين، لأ أنت نَفْسك ممكن تكون مِعرّض بس زي ما قُلت لك مع حد مع مديرك في الشغل، مع واحد في حتتك، مع واحد صاحبك، أي حد بتلاقي نفْسك إن أنت عايز تطلّع منّه مصلحة، فتلاقي نفْسك إنّك بتقول كلام هو مش المفروض إنّك تقوله، وعارف إن اللي قدّامك ده ما يستاهلوش، فبتلاقي نفْسك بتقوله عشان تطلّع من اللي قدّامك اللي أنت عايزه. طب ما هو ده اللي عمله ده، وهو ده اللي عمله الإعلامي، وهو ده اللي بيعمله ناس كتير لمّا بيلاقي اللي قدّام منّه مصلحة عايز يطلّعها، فتلاقيه إن هو بييجي على نفْسه طبعًا ده ليس عُذر، يعني دي مش حاجة كويسة، أو نيجي اللي بيفكّر يقول لك طب ما أنا معذور. لأ، ده في آية بيقول لك: "يوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا." يعني دي مش ميزة، ولا أنت هنا هتبقى عبد المأمور، ولا هنا أنت بتدوّر على مصلحتك، الموضوع مش ماشي كده خالص، لأ الموضوع عايز إن أنت تتعامل مع الناس بخُلق، وتتعامل بالناس باللي بتحب إن هو يتم التعامل بيه معاك، و وأنت بتستنكر حاجة على يعني أنت شايفها قدّامك، فكّر كده واقلب الآية واقلب الصورة، لو أنا مكانك كنت هتعمل ده والّا لأ؟ فكتير لو إحنا بدّلنا حتى في مواقفنا في الحياة، لو أنت جيت فكّرت لو أنا بدّلت الحاجة الفلانية دي أو بدّلت يعني الموقف اللي قدّامي ده وحطيت نفْسي مكانه، هاتعامل إزاي؟ إيه اللي كان ممكن يحصل معايا؟ هنلاقي كتير مننا محجوب عبد الدايم وسين وصاد من الإعلاميين، إلا من رحم ربي، وإلا من حاول وجاهد نفسه إنه يكون إنسان سَوِي ذا كرامة، آآ يعني نقولها إزاي، آآ ذا مبادئ. فهل دلوقتي اللي هيكون ذا مبادئ و وذا أفكار صالحة وسوية وملتزمة، هل ده هيقدر يتعامل دلوقتي في الوقت اللي إحنا فيه أو بنتعامل فيه مع الناس؟ أنا مش عارف، وده كتير أنا باقعد أفكّر فيه، أنا نفسي باقعد أفكّر فيه وباقعد أسرح، يعني أنا واحد من الناس ممكن يكون ربنا مدّيني إني باعرف أتكلّم ولساني كويس، بس أوقات باقول اللي المفروض ما يتقالش، أو اللي لو اللي قدّامه أو اللي قدّامي لمّا بيسمعه منّي بيزعل منّه، مع إن ممكن تكون دي حقيقة، يعني ممكن تكون دي حقيقة، بس باجي أقول لنفسي طب هو كانت لازم تقولها، يعني كان لازم تكلم اللي قدامك بالحاجة اللي أنت عارف إنها ممكن تزعله، ما تمشّي أمورك يا عم، مشّي أمورك يا عم وقُل للي قدامك الحاجة اللي تبسطه وتريّحه، هيبقى متسلطن منك وهيبقى مزاجه عالي، وأنت هتبقى كسبت إن أنت هتبقى محبوب للي قدامك. كتير باجي أفكّر أو قيل إن الإنسان اللي ما لوش أعداء هو الإنسان المنافق، بمعنى إن أنت لو لقيت واحد قدر إنه يرضي كل الناس، فاعرف إن الإنسان ده ما عندوش مبدأ، يعني بالمثل الشعبي بتاعنا كده معاهم، معاهم عليهم، عليهم، أنت عايز نعمل كذا، حاضر، أنت عايزني أسمّعك الكلام الفلاني، حاضر، أنت عايزني تشوفني باعمل الحاجة الفلانية، ما عنديش مشكلة. فأظن إن المعلومة فعلًا تكون حقيقية، إن فعلًا اللي بيقدر يرضي كل الناس هو الإنسان ذا الوجوه المتعددة، واحد ما عندوش مبدأ، هو معاك في أي حاجة، يعني كان في مشهد كده في فيلم سوق المتعة لمّا الراجل اللي اتبعت لمحمود عبد العزيز وبيقول له: أنت لو حبيت تصلّي أنا هاكون جايب لك سجادة الصلاة، لو حبيت تشرب هاجيب لك أحسن نوع خمرة، لو حبيت تجيب واحدة مش عارف هاخلّيها أجيب لك اللي أنت أنا معاك في أي حاجة يا سعادة الباشا، يعني واحد هو ما عنديش أي حاجة في أي حاجة بربع جنيه مبادئ، أنا يا باشا سجادة دوس عليَّ، كتير من الناس بقى كده، وكتير من الناس هو عايز بس الطريقة، افتح له باب نور صغنن كده ووجّهه وقُل له يا باشا انطلق، محجوب عبد الدايم لقى اللي بيفتح له الباب ويقول له خُش، الراجل ما كدّبش، أنا كده فقير وما عنديش حاجة أبكي عليها، أنا معاكم في أي حاجة. هل بقى إحنا لو جه ليك ده أو أنت راجعت نَفْسك بأفعالك في شغلك وفي بيتك مع أصحابك ومع الناس في الشارع، هل أنت ما بتتعاملش ساعات بالأسلوب ده بس ممكن المصلحة أقل شوية؟
بس الconcept والمبدأ موجود. فلذلك قبل ما نستنكر على الناس فكّر وقول لو أنا مكانه هل كنت هاعمل ده والّا لأ؟ ولو أنت هتقول لنفسك أنا عمري ما هاعمل كده، اطلب من ربنا إنه يثبّتك على اللي أنت فيه ويثبّت قلبك، لإن هو القلب ده هو أساس كل حاجة. أنا زي ما قُلت لك أنت نُهيت عن أن تتمنى لقاء العدو ليه؟ لإن ما تعرفش حال قلبك وقتها. هو نفس القلب اللي ممكن تستنكر بيه الحاجة دلوقتي ما تفتحوش وتفتح صدرك، لإن أنت ممكن الحاجة اللي تستنكر إن أنت ممكن ما تعملهاش، ممكن بكرة تعملها، بس يبقى ناقص لك الفرصة. نسأل الله التثبيت، وشكرًا على التأييد أو الكلام اللي سمعته في الفيديو اللي فات، اللي هو بجد يعني أسعدني جدًا. وللناس اللي حابة إن هي تشوفني أو تسمعني في أي حاجة باتكلم فيها أو في المحتوى اللي باقدمه، ما تنسوش الاشتراك والشير و وأتمنى إن أنا أكون باقول حاجة يعني أنا والله كلامي بيكون من قلبي، فباتمنى إن الحاجة اللي باكون باقولها بتكون بتوصل ليكم، وشكرًا لحسن الاستماع. السلام عليكم.